ربنا نعم لو طرحته على الاستفتاء وخد 70% يحمد ربنا. يعني ربنا لو خد 70% في الاستفتاء يحمد. ليه بقى؟ عندك الصين ادي بمليار و400 مليون هيقولوا لا، والهند هيقولوا لا، واليابان. فبقول لك لو ربنا طرح على الاستفتاء لو خد 70% يحمد ربنا، يحمد ربنا. الناس كلها مبلغانا، اسال حضرتك، قلقانين من ظهور تيارات دينيه في مصر كانت مختفيه عبر السنوات، وانا مش عايز اقيم لاني لست في موضع تقييم، ولكن هذه التيارات بعضها كان متهم بعمليات تكفير، بعمليات عنف، بفكر متشدد، ودول بداوا يظهروا بقوه الان وبيتكلموا عن احزاب. شايف ان ده حلو وجيد للحياه السياسيه المصريه؟ الاحزاب الدينيه خطر وانا ضدها. الاحزاب العسكريه اللي تقبل منشات عسكريه خطر وانا ضدها. تمام. والدستور اللي هو عطل يعني وتقريبا سقط بحكم الشرعيه الثوريه، كان بيقول انه لا تقوم الاحزاب على اساس ديني. نعم. وانا رايي انه هذا النص يستمر موجود، لا تقوم الاحزاب على اساس ديني. انما ان يبقى فيه مرجعيه دينيه. انت عندك الاحزاب الاشتراكيه المسيحيه في اوروبا. نعم. لها مرجعيه دينيه، لكن ان يقوم حزب يقول لك انا هاقيم دوله دينيه. ما فيش اسوأ من الدوله البوليسيه غير الدوله الدينيه. ما فيش. ليه بقى؟ الدوله البوليسيه تقدر تقول لعبد الناصر يا عبد الناصر يا ريس انت ديكتاتور، وتقول للسادات كده وتقول لمبارك كده، لكن ما تقدرش تقول لربنا انت ديكتاتور او لك قال الله تعالى. دول اسوأ خلق الله. في المرحله دي احنا مهيئين لده يا دكتور؟ لا، هنقدر نقبل احزاب وعارفين الشعب المصري شعب وسطي. نعم. ويرفض التطرف. والسلفيين ده هم وغيرهم من التوجهات الدينيه، الميزه بتاعتهم الوحيده انهم اكثر تنظيما من غيرهم. نعم. وللاسف الشديد الحزب الوطني بانه اضعف كل الاحزاب المدنيه خلى دول يبرزوا. تمام. انما الشعب المصري اولا شعب ذكي، ثانيا هو وسطي، هو يرفض التطرف. وبعدين هذه العقول الظلمه ما اظنش تعرف تكسب حد. يعني دي عقول ظلمه ولا فيهم عقول مستنيره مش كتير يعني. عمنا ابو فتوح وعصام العريان ده حضرتك كده بتتكلم على الاخوان، احنا بنتكلم عن كل التيارات. لا متاسف. لا عشان احنا بنتكلم عن الجماعه الاسلاميه وبنتكلم عن الجهاد اللي طرح نفسه، وبنتكلم عن الاخوان والسلفيين. الوهابيين، الفكر الوهابي اللي غزا للاسف الشديد اللي جنة يعني في متسرب في الظلام كده، ده فكر مرفوض وليس من الاسلام في شيء. وليس من الاسلام في شيء، وانا بقول هذا الكلام مستعد وحاسب عليه وعارف مسؤوليته، لكن انا بقول وانا باعلم ما اقوله. انا مره من المرات احكي لك واقعه صغيره. اتفضل اشرب يا فندم. كان لنا استاذ عظيم في كليه الحقوق اسمه الشيخ عبد الوهاب خلاف. نعم. كان استاذ عظيم وكان مستنيرا وكان مسلما عظيما. لنا زميل اسمه احمد زكي يماني اللي هو اقدم وزير بترول في العالم وراجل يعني من اشهر وزراء البترول. لا احمد زكي عايش، زكي عايش، ربنا يديله الصحه. احمد زكي يماني عايش؟ لا عايش، زكي دفعتي طول العمر ليه؟ لا موجود. يبقى التبس عليه الامر. لا، فزكي بيساله بيقول له راي فضيلتك ايه في فوائد البنوك؟ فرد هذا الرد وما زلت اذكره. قال يا اولاد، وهو كان يقول يا اولاد مين كان زمان مين بيسلف مين وعلشان ايه؟ والنهارده مين بيسلف مين وعلشان ايه؟ كان زمان الغني بيسلف الفقير عشان يوكل ولاده، عشان يكسيهم، عشان يوديهم مدرسه، واللي ياخد فائده في هذا الحاله هذا هو الربا المحرم شرعا وصاحبه في النار الى يوم يبعثون. لكن النهارده يا اولاد مين بيسلف مين؟ الفقير بيسلف الغني. فاحنا بصينا كده استعجبنا ازاي الفقير بيسلف الغني. فقام قال عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف، وشوف بقى ذكاء الراجل، وسليمان مرقص ووديع فرج اساتذه الكليه عندنا، بيحطوا فلوسهم ماهيتهم في البنك الاهلي. والبنك الاهلي بيلم الفلوس دي كلها
وبسلف عبود باشا 6 مليون جنيه. كان 6 مليون جنيه الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان في اخر الاربعينات، يعني احنا تخرجنا 52. نعم. فالكلام ده كان يا اما 49 يا اما 50 يا اما 51، يعني قبل 52 على كل حال. فالبنك الاهلي بيلم الفلوس دي كلها بقى، وهيدي عبود باشا 6 مليون جنيه عشان يعمل بيه مصنع اسمنت. لما ياخد منه مصاريف القرض وياخد منه فلوس ويدي وديع فرع قرشين على مرتبه، ده الربا. اعوذ بالله من العقول العافنه. انا ما زلت اذكر هذه الالفاظ كاني اسمعها بالامس، والكلام ده له 60 سنه. طول العمر ليك. ده الاسلام المستنير. احنا عايزين الاسلام عبد الوهاب خلاف.